لهون وبدكم تسمحوا لي العرايس بلحمة بهالطريقة وانسوا أي طريقة. صفوا لي كل وصفات العرايس اللي جربتوها حتى لو أكلتوها بالمطاعم وأبهرتكم، وجربوا هالطريقة وادعوا لي. جربي اعمليها لعائلتك بهالطريقة واستمتعي ومتعيهم بأطيب طعم. لايك وشير أحبائي. قبل ما نبدأ بكون كتير ممنونة لإلكم. ننزل على التعليقات ونصلي على الرسول ونقول بسم الله ونبلش. بالنسبة للحمة أنا مستخدمة كيلو واحد من اللحمة، عاملة ميكس بين لحمة العجل ولحمة الخروف، وضايفت لها شي 100 جرام من اللية. ضيف عليها بصلة مفرومة عندي فرمة ناعمة، حبتين من البندورة أيضا مفرومين فرمة ناعمة، 4-5 عروق من النعناع الأخضر مفرومين عندي فرمة ناعمة بيعطيهم نكهة بتشهي، نص باقة من البقدونس كمان مفرومة فرمة ناعمة، معلقة كبيرة من دبس الفليفلة ومعلقة كبيرة من صلصة البندورة. رح أضيف نص معلقة صغيرة من البهار المشكل، ملح وفلفل أسود حسب الرغبة، و3-4 معالق من الزيت النباتي، ومعلقتين كبار من دبس الرمان. بدخل اللحمة على الثلاجة على الأقل نص ساعة لتاخد المكونات نكهاتها من بعض. لو في مكون من المكونات مش حابين انكم تضيفوه اكيد بتقدروا تستغنوا عنه. بالنسبه للخبز اللي انا بحب استخدمه فانا بستخدم الخبز العربي او خبز الكماج. خبروني هذا الخبز شو بتحكوا له ببلدكم، فهو اكيد معروف بكل البلدان، احنا بنقول له خبز كماج. باخد كميه منيحه من اللحمه، والمفروض اللحمه ما تكون معنا كتير سميكه ولا كتير رقيقة، خير الأمور أوسطها بصراحة. وما بعرف إذا بتوافقوني الرأي واكتبوا لي هذا الشيء بالتعليقات. إذا بنسمك اللحمة بتطلع أبدا مو طيبة، وإذا بنرفعها بتنشف معنا ونكهتها أبدا ما بتبين. رفعت المقلاة على الغاز على حرارة متوسطة، بعد هيك بدهنه بمعلقة من الزيت النباتي، بحط الرغيف كيف ما عم بتشوفوا معي، بضلني رايحة جاية أقلب فيه ليتحمص معي بالشكل اللي واضح قدامكم. أكيد بتقدروا هاي الخطوة تحطوها بالفرن، ولكن لو حبيتوا إنكم تحطوهم بالفرن فحيكون على الشواي فقط من فوق. كل رغيف بتمسحيه بمسحة بسيطة من المي لحتى الرغيف ما ينشف معاكي، ومسحة بسيطة من الزيت، وبتضلوا رايحين جايين تقلبوا فيه. هذا لو حبيتوا تستخدموا الفرن، ولو حبيتوا انكم تستخدموا الجريل كمان بيمشي الحال. كل شيء رح تعملوه انكم رح تدهنوا الأرغفة بمسحة بسيطة من الزيت النباتي. وقبل ما اعطيكم سر النكهة الخرافية، بتمنى تخبروني بالتعليقات من اي بلد بتتابعوني، كتير بحب شوف تعليقاتكم الحلوة واتعرف عليكم من اي بلد. لو حبيتوا انكم تاخذوا نكهة الشواء اكيد بتقدروا تحطوا بطبق فحمة وتطفوها بمعلقة من الزيت، وهيك بقدر احكي لكم دوقوا يا جماعه واستمتعوا باطيب طعم. وهلا لو وصلتوا معي لهون اكتبوا لي تم و10 على 10 يا ملك، وخبروني حتجربوها او لا.